يرغب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت سقى حتى هو أرى بالمصاري سلقا إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أرهب الموت يوم الملتقى. وضربه رجل بالعمود على رأسه. ما تريد أن تصنع يا أخي؟ لا ترجعني إلى الخيام واتركني في مكاني. وعدت حبيبتي سكينة بالماء. الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. فرجع الحسين إلى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه. وقد تدافعت الرجال على مخيمه فصاح أما من مجير يجيرنا أما من مغيث يغيثنا. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء. يا أهل الكوفة، يا ناقضي العهد، هذا الطفل من ذرية رسول الله وهو يتلظى عطشا فاسقوه شربة ماء كي لا يموت عطشانا. فرماه حرمله بسام فذبحه فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة. وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله. فخرجت إليه العقيلة فلما نظرت إلى الطفل وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد والسام نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره. نادت يا خويا الطفل عني تغطي انا مالي قلب يا حسين صدلي اشوف ذبحي وما ادري رجلي. وتقدم نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة ودعا الناس إلى البراد فلم يزال يقتل كل من برد إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح فرماه لعين بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه رماه آخر بسام محدد له 3 شعب وقع في صدره وقيل على قلبه. ظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل. فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزيا والسارج عليه ملويا خرجنا من الخدود على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات
وإلى مصرع الحسين مبادرا. فقالت ويحكم أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. ثم صاح ابن سعد بالناس انزلوا إليه واريحوه. فبدر إليه شمر فرفسه برجل كربلاء لحظة أمان انطيني شو اسوي ما أدري وعلي صار الليل وعن وجه بيت ما نزليت عد هوالي وخيمة بين هيمة بات لحظة أمان انطينا ريد أنعام عن كافلي دموعي ودلال أهلي الفار